صلوا على النبي يا جدعان. انا دلوقتي جاي اقول لكم الفرق ما بين مدارس زمان ومدارس دلوقتي. اقسم بالله يا جماعه في فرق شاسع في القدرات. اول حاجه المدرسين، انت زمان هتشوف المدرس تعرفه، سواء مدرس عربي انجليزي دخل قميص جوه بنطلون شنب راجل محترم كده. هنا بقى الزمن اتغير. دخلت مدرسه من المدارس اللي هي بيقولوا عليها انترناشونال دي، اللي هي مدارس لغات وبتاع. انا جاي عندي براند، فجاي يعني ايه اوري الناس وبتاع. في يوم عندهم فان دي، انا فاكر الفان دي عندنا كان الحصه الرابعه لما يقول لك ايه مستر ابراهيم غايب بتاع الدراسات، فانزلوا بقى الفسحه وبتاع. كنا بنلم الزباله فهتنزلوا الحوش، فانت في دماغك هتنزل الحوش دي هتعمل اكتيفيتي دي لسه متعلمها هنا عشان هم بيتكلموا كده، فانا بوصل لك المعلومه. فكنا بننزل يقول لك ايه عايز الساعه الا ربع، الحصه كانت ساعه الا ربع، يقول لك تلموا كل الحوش وبعدها نلعب. كنا نمسح الحوش مسح، وبعدين اول ما نخلص يقول لك يلا اطلعوا على الفصل. طب فين اللعب؟ مفيش. هنا طول اليوم فان دي، بيلعبوا كوره. انا لسه جاي في ملاعب كوره، انا فاكر كان عندنا حوش رمله كده، كنا بنلعب في نص كوره وفي نص التانيه كان كوره باسكت معموله بشراب كده وبتولع فيها حاجات حلوه. فكنا بندخل على، لكن هنا في ملعب كوره، ملعب تنس، ملعب فولي، في حاجه جديده اسمها البادل. عاملين ملعب بادل للايه لو متضايقين وكده. ده رقم واحد. رقم اتنين برضو انا كنت في المدرسه بتاعتي مفيش بنات، فانا فكره ان انا اشوف بنات مع ولاد دي بالنسبه لي برضو حاجه يعني مرعبه. اللي هو ازاي يا جدعان انا قعدت طول حياتي مفيش بنات في المدرسه. ده انا بتكلم طبعا بخاطب الفئه اللي هي اللي زيي، اللي هي عاشت وما بتشوفش غير ميس الرسم وحلم حياتها حصه الرسم دي تبقى طول اليوم بس. لكن هنا بقى انا دخلت وبتاع، فبرص الهدوم وبتاع عشان ابيع. فجت واحده كده تقول لي اهلا بحضرتك وبتاع ومنورنا. قلت لها ربنا يخليك وبتاع. فبتقول لي انت تبع مين؟ قلت لها يلا شاطره مننا بقى عايز اشتغل. شاطره؟ قالت لي انا ميس نجلاء. ميس نجلاء في يا جدعان؟ هو في ميس تلبس بلوزه وبتاع لا قمر يعني ما ينفعش يا جماعه. اصل انا فاكر ميس نجلاء دي كانت عندنا، كانت بتدي علوم، اللي هو اللي عندهم هنا اسمه ساينس. اقسم بالله المحشي معاها تتخرط وتكتب جملتين على السبوره وتقعد تشرح لنا. هنا ميس نجلاء حاجه ثالثه خالص. الحاجه الثانيه الولاد الرجاله اللي هم وانا في سنه. بدخل المدرسه اول حاجه عايز في طريقه في التعامل مفيش. هنا بقى هي عامل ايه الاخبار. برضو اللسان اتعود، يعني في فرق في اللسان. انت لازم تتعلم كلام انجليش او انا المشكله كانت في مدرستي ان انا ما اشتغلتش على نفسي من وانا صغير في الانجليزي. فاللي وصلت له في الانجليزي اللي هي هي وشي وات بتاخد از وار وي وبتاخد وي بتاخد حتى مش عارفها. فهنا بقى ما شاء الله بيتكلموا بيرتونوا انجليزي بربنت. انا فاكر كنت بنط من فوق السور والله العظيم بعد الحصه الثانيه اروح العب بلاي ستيشن. وانا ده قبل كده كنت بنط من فوق السور، المدير شافني قال لي خد يلا وقعد يزعل. قلت له معلش انا اسف والله. قمت ايه نطيت. قال لي طب انا هعلمك تنط ازاي. قلت له ايه هتعلمني انط من غير ما اوسخ هدومي؟ ضحكت. قام بصيت طبعا خدت اسبوع رفد يومها وجبت والدي ما كانش والدي بقى، جبت الجزار اللي عندنا في المنطقه. برضو في مدرسه انترناشونال هنا مفيش بقى استدعاء ولي امر والكلام ده. لو الولد غلط في بانشمنت. دي لسه سامعها ايه بانشمنت بتاعه. ممكن ما يحضرش كلاس الميوزك، عندهم برضو ميوزك. ممكن مثلا بدل ما ياخد مصروف 1000 ياخد 500. ممكن ايه تاني يعني بدل ما يمشي الحصه الثالثه اللي هي الساعه. هو اصل هنا المشيان براحتك، انت ممكن تاخد شنطتك وتمشي. انا زي ما بقول لك كنت بنط من فوق السور فما عنديش الاوبشن ده. شفت اوبشن انا بقى اتعلمت منه، ببيع تي شيرتس وبنطلونات. حاسس ان انا بعيد قوي، يعني انا في فجوه زمنيه. يعني انا زمان لو كنت عملت الحاجات دي كنت تلاقي بقى العيال ايه مبهوره ايه ده. هنا تلاقي الواد ايه اللي انت عامله ده. هنا انا لسه اقول لكم انا هنا ازاي وليه وايه اللي بيحصل. هنا في كذا مدارس هم مطلعين مدارس كلها رحله متجمعين في مدرسه واحده. وبسال الناس يعني عاملين ايه وبتاع وايه الرحلات اللي يعني جايينكم مدرسه في مصر. قال لي لا احنا الاسبوع الجاي مسافرين سبين. قلت له ايه سبين دي؟ قال لي اسبانيا. قلت له فقلت له عادي يعني كده ولا اصل انا فاكر ان احنا كانوا بيطلعوا رحله واحده في السنه كانت هتكتب فستاد عمر ما انسى، كانت 5 جنيه وجبه وبتروح بالكره القفا وتروح بلبس خروج. انا اصلا فكره ان انا اروح بلبس انا فاكر والله العظيم اليوم ده الصبح بدري ما كنتش بنام. بحط زي لبس العيد، تحط لبس العيد جنبك كده وتلبس وتروح وامي تعمل لي سندوتشات. والله العظيم لما رحت حضرتك فستاد وداني علقه خد مني السندوتشات. قعدت اعيط طول الرحله وما اتبسطتش.
هنا بقى مفيش، هنا اسمه اللانش بوكس وما بيجيبوش هنا. ممكن بس تجيب الفيو، في مطاعم وفي كافيهات وما شاء الله يعني. كنت ببيع لحد حاجه فبقول له بكذا، انا اقسم بالله العظيم وانا قد الناس دي والله انا فاكر انا كان معايا 5 جنيه، ده حلم. لو معايا 5 جنيه ده يعني انا كده معايا الدنيا، املك الدنيا وما فيها. بقول للواد السعر كذا، لقيته طلع 1000 جنيه بيديني منهم فكه. فانا بقول له خلي بالك الفلوس. قال لا ده بوكيت ماني بتاع النهارده بس. قال لا عشان الاكل والشرب عايز اشتري حاجه. قلت له 1000 جنيه عشان الاكل والشرب عايز اشتري حاجه يا مؤمن؟ فين ايام ال5 جنيه كنت العب بينج واروح العب بلاي ستيشن واكل واشرب والكانتين. كان عندنا كانتين بقى اسامه، عم ابراهيم. يا عم ابراهيم بربع جنيه لبان وحته حلاوه وفطيره ودنيا بربع جنيه. 5 جنيه بتقضيني مثلا اسبوع في المدرسه والله العظيم. لو بقى عايز ارفع عن نفسي قوي اجيب كيس كشري. كان في ست كده ربنا يكرمها يعني، كانت فاتحه زي، هي كانت خرمه خرم في الحيطه والله العظيم، والله ده حقيقي. كانت خرمه خرم في الحيطه وكانت بتعمل اكياس كشري والصلصه ايه بايظه بوظان تجيب لك تلبك معه في ساعتها. تديها ال 5 جنيه. كان كيس لا كان كيس كشري 2 جنيه باين او بجنيه والله فاكر. تديها جنيه تديك كيس كشري تقعد تعمل كده كده وتقعد تاكل. ايه ده كده رفاهيه. هنا في برجر، في سبونج بوب، في دنيا. فانا بس بقول للناس اللي من جيلي اللي عاشوا في مدارس حكومه، لان انا برضو مدارس حكومه، يا جماعه احنا ما عشناش والله. هنا الدنيا تانية خالص، انا ممكن اعيش هنا.